في الصعيد، بالأخص في أواخر أطراف أسيوط، في بيوت قديمة من الطين، بيوت واقفة من غير ما حد يكلمها أو يفهم سرها. والقرية اللي هحكي لكم عنها النهاردة فيها بيت واحد كل الناس كانت بتمشي جنبه بسرعة ومحدش بيحب يبصله. هو علميا البيت ده مهجور، بس عمليا البيت مش فاضي. القصة بتحكي عن شاب اسمه إسلام، ورث البيت ده عن جده. الناس كلها نصحته، قالت له سيب البيت مقفول يا إسلام، المكان ده فيه حاجات غريبة بتحصل جواه، في حواديت من زمان بتتحكي عنه، البيت ده مسكون بالجن. بس إسلام كان من النوع اللي ما بيخافش وما بيصدقش اللي بيتقال. كان دايما لما بيسمع الكلام من النوع ده بيضحك ويقول جن ايه يا جماعة، أنا هفرش البيت وأعيش فيه. وبالفعل دخل إسلام البيت وبدأ ينظفه، ودهانات جديدة وفرش جديد عشان يعيش فيه. كانت الأيام بتعدي عادي من غير أي مشاكل ولا أي حاجة من اللي الناس كانت بتقول عليها، بيت طبيعي جدا. في يوم من الأيام صحي إسلام على صوت طبق بيتكسر في المطبخ. قام مخضوض بيجي ناحية المطبخ، لقي الطبق واقع فعلا على الأرض ومكسور، بس مفيش حد. لف كل البيت واتأكد إن مفيش حد دخل البيت، وإن مفيش أي باب أو شباك مفتوحين يدخل منهم قطة أو أي حاجة توقع الطبق. حاول يهدي نفسه وقال عادي، ممكن يكون نسي وحط الطبق على طرف أي رخامة وأي حاجة أو هوا وقعه، وهو من جواه عارف إن مفيش هوا هيوقع طبق بالوزن ده. بس كان بيقنع نفسه إن مفيش حاجة غريبة في البيت. رجع ينام تاني ولسه بيتقلب على السرير سمع صوت حد بيقول له في ودانه ما تنامش وانا صاحي. إسلام اتنفض من مكانه وقام فتح النور، فضل يبص يمين وشمال مش لاقي حد. فضل قاعد متجمد في مكان، عينيه مفتوحة ومبرقة، كل حتة في جسمه بتترعش لغاية الصبح. من الليلة دي كل الأحداث بقت أوضح، كأن البيت رجع للحياة تاني. الأبواب بتتفتح لوحدها، النور بيولع ويطفي، أصوات خطوات خفيفة في كل حتة في البيت، أرض، حيطان، سقف. بس أخف من إنها تكون خطوات بني آدم، أنعم، كأنه طفل بيجري أو حاجة صغيرة مش بشرية. أحداث عيشت إسلام في كابوس حقيقي. وفي ليلة وهو قاعد سمع صوت جاي من أوضة الضيوف، صوت طفل فعلا بيقول له اطلع فوق. إسلام ولع كل أنوار الشقة وفضل يستعيذ بالله ويسمي الله، ودخل الأوضة. مفيش حد، بس ريحة تراب قديم مالية الأوضة. لسه بيقول مين هنا، نور البيت كله قطع، وسمع صوت حد بيجري حواليه كأنه صوت طفل بيضحك. مسك تليفونه بسرعة وفتح الفلاش، ملقيش حد. بس الأغرب إن الأوضة بقيت زي ما كانت في الأول قبل ما ينظفها ويدهنها، مهجورة مليانة تراب، العفش متكسر وقديم. حس بظل بيتحرك وراه، لف الفلاش عليه، لقي طفل صغير واقف على مدخل الأوضة. طفل حافي، هدومه متقطعة، ضوافره طويلة، شعره طويل، باصص على الأرض وشعره مداري عينيه. إسلام وقف متصلب، كل حتة في جسمه بتترعش، وبصوت مرعوش قال له انت مين؟ الطفل رفع ايده بيشاور على حاجة وراه. إسلام بص وراه بسرعة، ملقيش حد. رجع بص على الطفل، لقيه واقف قدامه مباشرة وبيقول له بصوت لا يمت للأطفال بصلة: اخرج من بيتي. من كتر الخوف إسلام أغمى عليه،
صحي تاني يوم لقي نفسه واقع على الأرض وكل حاجة زي ما كانت. قام يجري وفضل يستعيذ بالله من الشيطان وشغل قرآن. أول ما شغل القرآن ابتدى يحس بهزة في المكان، كل حاجة بتتهز حرفيا. في صوت بيجي من كل زاوية في البيت: اخرج من بيتي، اخرج من بيتي. ابتدى يشم ريحة دخان جاية من أوضة النوم ولقي نار خارجة من الأوضة. النار ابتدت تمسك في كل حتة في البيت. خرج إسلام من البيت بيجري زي المجنون وأهل البلد كلهم متجمعين، محدش جاياله الجرأة إنه يطفي النار. وبعد خروج إسلام النار ابتدت تهدى وطفت لوحدها ورجع شكل البيت المهجور زي ما كان قبل ما يجدده. جري بسرعة بحالته على أول البلد عند بيت شيخ الجامع الكفيف وترجاه إن يجوا معاه، وحكاله كل حاجة حصلت. لكن شيخ البلد اعتذر له وحكاله إنه في شبابه جاله جده بيحكي له أحداث مشابهة للي حصلت معاه وفي نفس البيت. وبالفعل الشيخ راح معاه عشان يقرأ قرآن في المكان ويطهر البيت، لكن النتيجة كانت فقدان البصر وكوابيس ما بيعرفش ينام منها لغاية دلوقتي. وقال له: أنا نصحت جدك نفس النصيحة اللي هنصحها لك دلوقتي، سيب البيت ده يا ولدي وشوف لك مكان تاني تعيش فيه. اللي جوه البيت شر محدش عارف مصدره ولا قوته. الأقاويل بتقول إن إسلام ساب البلد كلها وسافر، والبيت ده لسه موجود مكانه محدش بيقرب له ولا بيتجرأ إنه يدخل فيه. بس المتداول بين أهل البلد إن كل يوم بالليل بيسمعوا صوت طفل بيضحك في البيت وبيجري كأنه بيلعب، لكن محدش تجرأ إنه يدخل أو يقرب حتى منه. هذا ما حدث والله أعلم. أنا محمود وائل ودي حواديت السندباد. دمتم سالمين.